السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. لقاكم لا فيديو ديالي باحسن الحال ان شاء الله. غبرت عليكم شي شويه، كيف كتعرفوا دابا راه كلشي طايح بهاد لاغريب، وداكشي علاش ما كنتش كنقدر كاع نصور لي فيديو. هاد الفيديو هذا كان عندي قديم وقلت علاش لا لي من مونطيهش ونبارطاجيه معكم ديال الكيكه. ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكيكه السريعه ودغيا تتوجد وصراحه كتجي زوينه. وغير بيضه وحده خديت هنايا لو بول، وضعت واحد البيضه اللي كتكون ديجا بحراره ديال المطبخ، ضفت واحد القبيصه ديال الملحه وغادي نخدمها بالفوي مزيان. صراحه كتجي هاد الكيكه زوينه ودغيا توجد واقتصاديه. صافي غادي نخدم البيض مزيان مع ديك القبيصه ديال الملحه بهاد الطريقه هذه. انا استعملت هنا غير الفوي، تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي. غادي نضيف هنا واحد الكاس ديال السنيده وغادي نميلونجي مزيان هاد الخليط، وغادي نضيف كاس ديال الزيت، عفوا بعدا غادي نضيف قبل واحد الفاني للتنسيم، او تقدروا ديروا قشور ديال الحامض اللي متوفر لكم. فانا واخا كاك مازال غادي نزيد غنزيد هنايا عندي داك النيسلي اللي كنت ديجا حضرت معاكم، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره. انتم البنات راني مازال مريضه والله العظيم. كنعتذر. صافي درت هنا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال النيسلي اللي ديجا كنت حضرته معاكم. صافي غادي نخدمو مزيان مع سنيده. فانا يا سنيده يعني درت غير كاس تقريبا راه مع مرش ديجا، يعني غادي ندير انا يا نيسلي داكشي علاش ما كثرتش باش ما تجينيش عاوتاني حلوه. صافي نتوما شوفوا الخليط كيفاش تيولي، يعني كيولي ثقيل. صافي هنايا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت وغادي نخدم مزيان هاد البيض وخليكم معايا. انا هنايا غادي نزيد واحد دانون ديال الفاني، كيعطيها واحد النسمه زوينه. تقدروا ديروا حتى كاس ديال الحليب او كاس ديال الليمون فاللي متوفر لكم. وفي نفس الكاس ديال دانون عمرته هنايا بالماء دافي، ماشي سخون وماشي بارد، دافي. صافي غادي نزيد عليه واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال الخل وغادي نخلط مزيان وغادي نوضعوه فوق من الخليط ديالي وغادي نميلونجيه. وغادي نزيد هنايا واحد القشور ديال الحامضه، بان كاين الحامضه حدايا وقلت علاش لي ما نديرهاش. صافي غادي نحكها عفوا في الحكاكه الرقيقه بهذه الطريقه هذه. كناخذ غير داك اللب الاولاني داك الخضر، ما كندخلش في داك البيض باش ما تعطينيش المروره. دابا راه الحامض موجود. صافي هنايا غادي نستمر بالتحراك وغادي نضيف كاس الاول ديال الدقيق وغادي نغربلو. فتقريبا دخلت لي فيها 2 ديال الكيسان. غادي نغربل الكاس الاول مزيان، ضروري من هاد العمليه هذه باش ما يتكونش لكم دوك الحبيبات ويجيكم الخليط ديالكم يعني ما مخلطش مزيان. صافي هنايا غادي نخلط الكاس الاول وغادي نضيف هنايا 2 ديال الخمارات اللي من فئه ديال 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. بالنسبه للناس اللي يعني تدير الخميره ديال الحلوه بالعبار.
هنايا من بعد ما خلط داك الكاس الاول ديال الدقيق دابا غادي نضيف الكاس الثاني. فهنايا من بعد ما كملت الخليط ديالي كيف شفتوا معايا جاب هذا القوام، وكنحاولوا يعني نكتبوا الثمنيه ديالنا وتما باش كنعرفوا الخليط ديالنا راه صافي راه وجد. صافي هنا غادي ناخذ هنا واحد زليفه وغادي نوضع تقريبا واحد 4 ديال المعالقات كبار من الخليط. غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، وهنايا الكاكاو انا كنستعمل نوعيه جيده، وغادي نغرب الكاكاو باش ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات. وفي هاد الاثناء انا ديجا درت الفران يسخن على درجه حراره 180، وكنشعل الفران من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان. فانا ديما كندير وليت كندير الكيك ديالي يعني في الفران كيكون سخون. ديجا كنت كنديرو يعني كيكون الفران بارد، مي دابا وليت ندير الفران سخون. وملي كنوضع الكيكه ديالي في الفران صافي كنطفي الفوق وكنخلي غير لتحت، وكنخليها نيت على حراره ديال 180. صافي هنا غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان ديال الكاكاو مع الخليط ديال الكيكه ديالي بهذه الطريقه هذه. انا هنا غادي نستعمل المول ديال الزاج، نتوما تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. صراحه كيجي الشكل ديالها زوين واقتصادي، يعني بيضه وحده راه ما شاء الله جات زوينه وجات خفيفه. صافي هنايا الخليط ديالي ها هو وجد، فانا هنا شويه كثرت الخليط فما غاديش نضيعو. فداك الخليط اللي بقى ليا وضعته في واحد المول ديال دوك لي ميني كيك صغار في داك المول ديال المول العاجب، حتى حاجه ما تضيع. وجات بنينه والله الا جات بنينه، عمرتها من طابت عمرتها بالشوكولات من الداخل، ديك الحفيره اللي كتكون فيها والله الا جات زوينه. صافي هنايا غادي ندهن المول ديالي انا درت هنا غير الزيت، تقدروا ديروا حتى معلقه هكا ديال الزبده اللي متوفر لكم. وغادي ندير واحد الرشه ديال الدقيق، وغادي ندهن حتى دوك حتى الجوانب ديال المول. صافي هنايا غادي ندير الدقيق. كاين اللي في بلاصه الدقيق كيدير الكاكاو ف او كيدير اللوز ايفيلي، يعني كيستف اللاطه كامله بداك اللوز ايفيلي يعني في الجناب. ومني تطيب الكيكه يعني كتفينا يعني على الظهر ديالها، يعني كتجي زوينه. دابا نبارطاجيها معكم، كنت شفتها في واحد القناه وبغيت نبارطاجيها معكم، ان شاء الله غنجربها. صافي هنايا دهنت المول ديالي، فهنا غادي نخوي الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه. دائما كنرفعوا اليد ديالنا الاعلى ملي كنبغيو يعني نفرغوا الخليط ديالنا في المول. صافي وهنايا غادي ناخذ واحد البلاستيكه وغادي نوضع فيها الخليط الاسود ديال الكاكاو.
كنقاد ليه هادوك الجنيبات باش تجيني مقاده، اولا يعني بحال كتخبطوا شويه داك المول ديالكم باش كتقاد لكم حتى من الجوانب. صافي هنايا وضعت الخليط ديالي في بلاستيكه بهذه الطريقه هذه، وغادي نحاول نوضع واحد تقيبه هكا صغيره، وغادي نبقى ندير خطوط. انا هنا غادي ندير خطوط دائريه كيف ما تقدروا ديروهم على شكل طولي، وغتجيكم الشكل ديالها بحال الشكل ديال الملفاي. انا هنا استعملتها خطوط دائريه، يعني جاتني بحال الشكل ديال الوريضه. صراحه جا الشكل ديالها رائع والله البنات، وساهله دغيا تتوجد، يعني ما الشكل ديالها تيجي رائع، وهي بيضه وحده ما شاء الله. صافي هنايا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه، كنوضع هاد الخطوط كيكونوا رقاق، وغادي ناخذ واحد العود ديال كيردون، او انا عندي ديك القطيبات ديال الشوا ديال العود، هما اللي غادي نستعمل بهم. كيف ما تقدروا ديروا غير الموس، الظهر ديال الموس، عفوا داك الرويس صغيور ديال الموس تقدروا حتى هو ديروا به. صافي هنايا كيف شفتوا يعني كملت ديك الدوائر بهذه الطريقه هذه. الا بان لكم هكا شي جهه مازال ما فيهاش تقدروا تعمروها. صافي هنايا كيف قلت لكم غادي ناخذ داك العود وديال كيردون، وغادي نوضع، يعني غنبقى نديه بهذه الطريقه هكا حتى كنحصل على ديك الوريضه. ومنين تنسالي تنعاود ندير الجهه المعاكسه باش تنزيد نحصل على وريضه يعني مقاده. هانتوما شوفوا دابا كنعاود يعني نعكس الورده ديالي بهذه الطريقه هكا. صراحه جا المنظر ديالها رائع يعني غير هكا تشوفوا فيها بحال هكا راه جات زوينه والله العظيم. صافي هنايا غادي ندخل الكيك ديالي الفران، وهنايا داك الخليط اللي شاط ليا من الخليط اللي بالكاكاو فما ضيعتوش، ها هو يعني درتو في هذا المول صغيور ديال، انا كنوريكم هنايا داك المول ديال المول العجيب. صافي الكيك ديالي من بعد ما طاب كيجي بهذا الشكل هكا، فانا خليته يعني في المول ديالو ديال الزاج. صراحه جا زوين، ونتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون للاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه، ونتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله.